السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير بعد غيبة طويلة جدا. بصراحة كنتش هنزل تاني فيديوهات لان في ناس كتير جدا قالت لي حاجات كده سلبية احبطتني شوية، بس في نفس الوقت في ناس جميلة جدا ساعدتني كتير ان انا ارجع تاني للقناة وقالوا لي وحشتنا جدا فيديوهاتي. فقلت برجع لكم النهاردة في فيديو غني كده ما شاء الله كده، نعمل بقى فخدة مع بعض بتاعة الجدي، سواء بقى جدي او خروف او اي حاجة من الحاجات دي. بس بصراحة حاجة في منتهى الجمال. بص بسم الله ما شاء الله، انا معايا النهاردة فخدتين لان ما شاء الله كان عندي عزومة ساعتها. الفخدة الواحدة حوالي مثلا من 2.5 ل3 كيلو. اتنين كده معانا بالظبط زي ما انتوا شايفين، دول طبعا مغسولين كويس جدا بالمية والملح والدقيق ومدعوكين من كل مكان ومنقوعين شوية، وبعد كده نشفتهم. ومعانا بقى حبة توابل كده، هي المفروض لكل كيلو من اللحمة بياخد معلقة ملح، فانتوا بقى ظبطوا الملح على حسب الكمية اللي معاكم. ومعايا معلقة كبيرة من الزعتر ومعلقة كبيرة من الكركم ومعلقة كبيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من بهارات اللحمة ونص معلقة فلفل اسود. وبحب قوي 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 احط لها بدل الصلصة معلقتين كبار من الكاتشب، بيديها طعم ولون احلى كتير جدا من الصلصة. وحطيت عليهم معلقتين كبار من الزيت، بس يكون زيت طبعا نضيف عشان ما يعملش عليها ريحة ايه مش كويسة، لان زيوت التموين شوية بيكون ليها ريحة نفاذة كده. هنزل عليها بالتوابل، وبعد كده هنزل نص كوباية مية واقلبها كويس جدا لحد ما التوابل اللي انا عاملاها ديت كلها تدوب وتتكانس مع الكاتشب. وهنزل بقى اغطي بيها الفخدة من كل مكان، اغطي بيها الفخدة على قد ما اقدر، اشربها من الصوص ده كويس قوي 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 من جوه. بقى انا اصلا زي ما انتوا شايفين كده انا عاملة فتحات بالسكينة في الفخدتين من كل مكان، من قدام ومن ورا ومن كل حتة فيها، علشان خاطر انها تعرف تتشرب معايا التتبيلة بتاعتي. هتسيبيها قد ايه لطيفة في التتبيلة دي؟ انا سبتها حوالي ساعتين في التتبيلة. عايزين تسيبه اكتر عايزين تسيبه اقل، دي حاجة ترجع لكم، بس انا بحس اصلا ان هو ساعتين كفاية جدا للحاجات اللي هي بتتبل، لان اكتر من كده بحسها بتمرر شوية يعني. بيبقى خلاص هي كده كده اصلا شربت التتبيلة في الساعتين دول والتمام جدا. بس هنتبلها كويس قوي 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 قوي، وهنسيبها ساعتين متغطية كده على جنب بعيد عن كل حاجة. في الوقت بقى اللي احنا هنيجي نسويها فيه طبعا هنسخن الفرن كويس جدا، لان هي بتاخد تسوية مدة طويلة. يعني هي مدة التسوية بتاعتها، هي اصلا اللحمة في الكيلو، كل كيلو من اللحمة بياخد مثلا ما يقلش عن نص ساعة في الفرن تسوية. ودول ما شاء الله معايا كمية كبيرة، فهي خدت مني وقت طويل قوي في التسوية، خدت مني حوالي 3 ساعات ل3 ساعات ونص في الفرن. كان الفرن سخن جدا من قبلها، وبعدين حطيتها في الصواني وهقفلها معاكم زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، وسبتها بقى في الفرن على درجة حرارة متوسطة، خدت راحتها على الاخر. هنجهز الصواني دلوقتي اللي هنحط فيها الفخدة. طبعا كل واحدة ما شاء الله اتحطت في صينية لوحدها. هبطنها كويس قوي من تحت علشان خاطر الفخدة تفضل محتفظة بالحرارة اللي جواها وتستوي معايا كويس قوي. انا حطيت من تحت ورق الومنيوم، وبعد كده هو طبعا مينفعش الورق الالومنيوم على الاكل على طول. حطيت ورقة زبدة كبيرة، وبعدين حطيت فيها الفخدة وحطيت لها حوالي كوباية من المية. طبعا طول ما هي في الفرن انا طبعا هتابعها من المية كل ساعة للتانية، هشوف لو المية بتاعتها خلصت عشان ما تتلساش مننا هزود لها حبة مية، وهرجع اغطيها بورقة زبدة تاني وورقة فويل كبيرة من فوق عشان اكتم الحرارة بتاعتها على قد ما اقدر في الفرن، عشان خاطر ان شاء الله تاخد معايا احسن تسوية. وديت الفخدة التانية عملتها بنفس النظام. قطعت لها شرايح بصل. طبعا الخضار تقدروا تحطوا كل انواع الخضار اللي انتوا ممكن تحبوها، جزر، كوسة، بطاطس، اي حاجة. بس انا النهاردة عشان كنت عاملة جنبها حاجات تانية كتير، فمفضلتش غير ان انا احط جنبها حبة بصل بس، بيتكرمل وبيطلع في الاخر بصراحة ما شاء الله في منتهى الجمال. اديني قفلت الصينيتين، ودلوقتي بسخن الفرن معايا، هسخنه كويس جدا يعني على اعلى درجة حرارة، وهدخلها وهتاخد معايا وقت التسوية اللي قلتلكوا عليه حوالي 3 ساعات كده. بسم الله ما شاء الله هي خرجت من الفرن. دول الفخدتين، بصوا البصل ما شاء الله مكرمل وهي استوت جدا. لو كنتوا عايزينها مستوية اكتر من كده كنت ممكن تسيبوها اكتر كمان نص ساعة، يعني كان ممكن تاخد حوالي 4 ساعات. بس انا بالنسبة لي يعني احب اللحمة بتنضخ شوية، ما احبش اللحمة المهرية قوي. فكل واحد طبعا على حسب التسوية بتاعته. انا خدت معايا من 3 ساعات ل3 ساعات ونص،
ده طبعا شكلها النهائي بعد ما خدت من الصوص اللي تحتها ومسحت كده، بس مسح عليها بالفرشة. بص بسم الله ما شاء الله، جميلة جميلة جميلة، كانت حلوة جدا. الميكس بتاع التوابل كان جميل، وبصراحة كانت جميلة وتستاهل فعلا التجربة. وبحبكم في الله، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات كتير جدا جاية الايام الجاية، وان شاء الله مش هغيب عليكم تاني. وهنقعد كده كل يوم مع بعض ننزل وصفة جديدة. وديكوا شايفين بص ما شاء الله هي مستوية لدرجة ان العظمة اللي فيها خرجت اصلا، لان هي ما شاء الله استوت كويس قوي، وشكلها اصلا يفتح النفس في منتهى الجمال. وبألف هنا وشوف على قلوبكم، ان شاء الله تجربوها وتبعتولي رأيكم، واشوفكم على الف خير قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.